السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنشرح درس الانقراض. قبل ما نتكلم عن إيه هو الانقراض لازم نعرف إن أي نظام بيئي بيبقى فيه حالة من التفاعل بين مكوناته بتؤدي إلى توازن هذا النظام. لو عندنا البحر بالكائنات البحرية اللي فيه بكل الموجودين فيه الشعاب المرجانية، ده يعتبر نظام بيئي. الصحراء تعتبر نظام بيئي. الغابة اللي فيها أشجار وفيها زرع وفيها حيوانات كلها بتتفاعل مع بعض، ده نظام بيئي. وكل نظام بيئي بيحصل فيه تفاعل بين الكائنات الموجودة فيه بيؤدي إلى توازن النظام البيئي. لو حصل أي نقص في نوع من أنواع الحيوانات أو الكائنات الموجودة في أي نظام بيئي بيؤدي إلى حاجة اسمها الانقراض. إيه الانقراض ده؟ الانقراض هو تناقص مستمر في أعداد أفراد نوع من الكائنات الحية دون تعويض ذلك النقص حتى موت كل أفراد هذا النوع. التناقص المستمر في أعداد أفراد نوع من الكائنات الحية دون تعويض ذلك النقص حتى موت كل أفراد هذا النوع. التعريف ده طبعا يتحفظ. طيب، إيه معنى التعريف ده؟ عندي كائن معين، الكائن ده هيفضل ينقص. يعني ايه ينقص؟ يعني اللي يموت مفيش تكاثر تاني يعوض او جيل تاني بيعوض اللي مات، فبيموت. الافراد كلها بتموت باستمرار لحد ما يختفي خالص. خلاص اخر واحد مات، مفيش تاني حاجة بتعوض الكائن ده، فبيضطر ان احنا يحصل له عملية انقراض. يعني مش هيظهر تاني. تمام. طيب، ايه هو السجل الحفري؟ يتضمن السجل الحفري تسلسل حفريات الكائنات الحية التي تركت في الصخور الرسوبية عبر ملايين السنين. في الصخور الرسوبية بنلاقي أثر لكائنات كانت عايشة زمان، ومنها بنستدل على إن في كائنات كانت موجودة وحصل لها عملية انقراض. من السجل الحفري ده بنستدل على إيه؟ أنواع الكائنات الحية التي عاشت على الأرض في الأزمنة المختلفة. دي أول حاجة. تاني حاجة، بنعرف من السجل الحفري انقراض الكثير من الأنواع التي عاشت على الأرض في الأزمنة الماضية. يبقى في السجل الحفري بيعرفنا حاجتين: أنواع الكائنات اللي كانت عايشة في الأزمنة المختلفة، والانقراض، وكان في حيوانات كانت موجودة وانقرضت في الأزمنة الماضية. زي ايه؟ زي عديد من الأسماك، وزي حفرية، وزي الديناصور، وزي الأركوبايتريكس، طائر. طيب، الحاجات دي كانت موجودة زمان في العصور القديمة، وحصل لها عملية انقراض. قلنا عديد من الأسماك والديناصورات وطائر الأركوبايتريكس. دول كانوا موجودين وحصل لهم انقراض، وعرفنا كده من السجل الحفري الموجود في الصخور الرسوبية. طيب، ايه هو أسباب الانقراض؟ عندي أسباب. عندي انقراض في العصور القديمة أو الانقراضات الكبرى، وعندي أسباب الانقراض في العصور الحديثة. أول حاجة هتكلم عنها هي أسباب الانقراض في العصور القديمة. تعرض الكثير من الكائنات الحية التي عاشت على الأرض في العصور القديمة إلى انقراض. عرفت بانقراضات كبيرة. إزاي؟ زي الديناصورات. الديناصور ده كان حجمه كبير جدا، فانقرض، يعني ما بقاش فيه أنواع منه تاني. أرجع العديد من العلماء حدوث الانقراضات الكبرى إلى حدوث كوارث كبرى. يبقى ده كان زمان في العصور القديمة انقرض الديناصور بسبب الكوارث التي حدثت في الأرض. إيه هي الكوارث دي؟ أول حاجة عندي اصطدام النيزك بالأرض، والحركات الأرضية العنيفة اللي هي الزلازل الجامدة، والغازات السامة التي تنبعث من البراكين، وتعرض الأرض لعصر جليدي طويل. أول حاجة اصطدام النيزك بالأرض أدى إلى أو من العوامل التي أدت إلى انقراض الديناصورات. حركات أرضية عنيفة زي الهزات الأرضية زي الزلازل، حصل عملية الانقراض.
الغازات السامة التي تنبعث من البراكين. لو حصل بركان في أي مكان فبينبعث منه غازات، الغازات دي سامة بتأثر على الكائنات الموجودة. فطبعا الديناصورات من ضمن الكائنات اللي اتأثرت بالغازات السامة المنبعثة من البراكين وأدت إلى انقراضها. وتعرض الأرض لعصر جليدي طويل برضو ما استحملش الكائنات الحية الجليد، وخاصة ان هما كان غير مؤهلين للعيش في مكان فيه جليد، فطبعا ادى الى موت وانقراض الديناصورات. طب احنا قلنا الاسباب الكبرى اللي حصلت في العصور القديمة، ايه هي الاسباب العصور الحديثة؟ معظم الأسباب الانقراض في العصور الحديثة بسبب تدخل الإنسان في الطبيعة. يعني الإنسان هو اللي أزال معظم الشجر في الغابات. طيب أنا الشجر ده كان فيه كائنات بتعيش فيه وبتعيش في الغابات، طيب أنا زلت الأشجار دي وعملت لها قطع جائر أو حرق للغابات، فأدى إلى موت كتير من الكائنات اللي كانت بتعيش في الغابة. في حاجة تانية اسمها الصيد الجائر. في ناس من هوايتها ان هي تطلع تصطاد مثلا في الاماكن الفاضيه، انا هطلع اصطاد، فبيجوا يصطادوا مثلا الايه اي كائن بطريقه عشوائيه، ما بيحددش انا ايه هصطاد، ده ولا ده، هو بيصطاد وخلاص، دي هوايته. فبيضطر ممكن حاجات يصطادها ويموتها وهي اصلا مهدده بالانقراض، فبيؤدي الى انقراضها. في حاجه كمان، في المراكب الكبيرة والسفن الكبيرة اللي كانت بتنقل البترول من مكان لمكان، في أحيانا منها اللي بتغرق، أو البراميل البترول اللي بتقع في البحر بتؤدي إلى تلوث المية. تلوث المية ده بيؤدي إلى موت كتير من الكائنات البحرية اللي عايشة جوه المية، لأن هي أصلا المية بتاعتها بتبقى فيها مكونات هي بتعيش عليها، لكن لما بتتلوث بالبترول طبعا بتختل كل المكونات اللي هي كانت عايشة عليها، وبالتالي بتموت. ايه تاني بيتضر الكائنات اللي كانت بتتغذى على الكائنات البحرية، زي الطيور مثلا. معظم الطيور ممكن بتتغذى على الكائنات البحرية زي الأسماك الصغيرة، فلما بتموت فبالتالي الطيور ما بتلاقيش الغذاء بتاعها، وبرضو بتموت هي كمان وبيحصل لها عملية انقراض. تمام. في حاجة كمان، التغيرات المناخية. التغيرات المناخية اللي بتحصل في البيئة، مثل الجفاف والأعاصير، الفيضانات اللي بتحصل في الأنهار، حرق الغابات، حدوث براكين، وأمواج المد اللي بتحصل في البحر. دي كلها التغيرات دي المناخية تعتبر من الكوارث المرتبطة بانقراض الكائنات الحية. ودي الأربع نقط دول من أسباب الانقراض في العصور الحديثة. إما إن إحنا بندمر الموطن اللي كان الكائن ده عايش فيه، وبالتالي مش هيلاقي المأوى اللي هيعيش فيه. تاني حاجة الصيد الجائر، الناس اللي بتطلع تصطاد عشوائي وبتموت أي حاجة في طريقها بس مجرد إنها عندها هواية وعايزة تصطاد أي حاجة وخلاص قدامها، فما بتحددش هي بتصطاد إيه، فممكن تموت كائنات قابلة للانقراض أو مهددة بالانقراض. في كمان التلوث البيئي زي تلوث المياه بالبترول بيؤدي إلى موت الكائنات البحرية، وبالتالي الكائنات التي تتغذى عليها مثل الطيور. برضو التغيرات المناخية اللي بتحصل في الجو، جفاف أو أعاصير أو فيضانات أو حرق الغابات أو البراكين أو أمواج المد اللي بتحصل في البحار. طيب هناخد دلوقتي أمثلة لبعض الحيوانات اللي انقرضت فعلا، وفي حيوانات تانية مهددة بالانقراض، يعني على وشك الانقراض. الحيوانات المنقرضة فعلا اللي هي الديناصور، وطبعا زي ما شرحنا قبل كده ان هو كان في العصور القديمة وانقرض فيما يقرب من 66 مليون سنة. وفي عندنا حيوان الماموس، بيطلق عليه جد الفيل، هو شبه الفيل العجوز، فعشان كده بيطلق عليه جد الفيل. ده من الحيوانات التي انقرضت، ده في العصور القديمة. الديناصور والماموس في العصور القديمة، وخلوا بالكم من الكلمة دي لأن ممكن يجي في أكمل أمثلة لبعض الحيوانات المنقرضة قديما هنقوله الديناصور والماموس. طب إيه اللي انقرض حديثا؟ عندي حيوان الكواجة. كواجة ده عبارة عن حمار وحشي
وحصان مع بعض، يعني هو خليط بين الحمار الوحشي والحصان. اسمه حيوان الكواجة، وده انقرض فعلا في العصور الحديثة. وفي طائر الدودو. طائر الدودو ده طائر بس أجنحته صغيرة، يعني لو حد جه يصطاده ما بيلحقش يطير زي الطيور التانية، وبالتالي فأي صائد بيصطاده بسرعة، لأن هو جناحه صغير وغير قابل للطيران. طب ايه الحيوانات التي قابلة للانقراض او مهددة بالانقراض؟ عندنا مثلا دب الباندا، الخرتيت او وحيد القرن، ده مهدد يعني ايه؟ يعني اوشك على الانقراض، يعني خلاص مفيش منه غير كمية صغيرة جدا، لو ما لحقناش ان احنا نجدد الاجيال فيها ممكن ينقرض فعلا. طائر ابو منجل، وعندي كبش اروى، وعندي النسر الاصلع. ليه سموه الاصلع؟ لان هو اصلا ريشه كله اسود، وبس راسه فيها جزء ريش ابيض، فعشان كده بيبان من بعيد كده كأنه هو ما عندوش شعر، يعني كأنه اصلع، لان كأنه راسه فاضية ما فيهاش شعر. ليه؟ لان جسمه كله اسود، فانا شايفه كله ريش اسود، وعند شعره بلاقي ابيض، فكأنه ايه؟ ما عندهوش شعر، فعشان كده سموه. السؤال ده ممكن يجي يعلل، يقول لك لماذا يطلق على النسر لقب الأصلع؟ ليه بنسميه الأصلع؟ علشان رأسه مغطى بريش أبيض يجعله يبدو من بعيد وكأنه أصلع. طيب، وفي من النباتات المهددة بالانقراض اللي هي نبات البردي. فاكرين نبات البردي اللي كان الفراعنة بيستخدموه في الكتابة؟ دي كلها من أمثلة الكائنات التي أوشكت على الانقراض والمهددة بالانقراض.